بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم طلبة 6 ابتدائي. بعد ما شرحنا الزراعة في وطننا العربي في الدرس اللي فات، هناخد النهاردة مراجعة على درس الزراعة في وطننا العربي. جايب لكم أهم أسئلة من الكتب الخارجية سواء سلاح التلميذ أو الأضواء، جايبها لكم وهنحلها مع بعض ونراجع درسنا مع بعض. الدرس اللي فات كان في وصف الفيديو وفي اختبار إلكتروني، لو سمعته انزل حل الاختبار الإلكتروني. يلا مع بعض نشوف المراجعة بتاعت النهاردة. أمامك خريطة للوطن العربي، لاحظها جيدا ثم أجب. يلا مع بعض نشوف الخريطة. رقم 1 يتركز في الدولة رقم 1 زراعة محصول. يلا مع بعض نشوف الدولة رقم 1 وبيتركز فيها محصول إيه. الدولة رقم 1 دي دولة مين؟ دولة اليمن. اليمن فيها محصول ايه؟ شاطرين، سمعكم بتقولوا محصول البن، يبقى البن بيتركز في دولة اليمن. السؤال الثاني، تعتمد الزراعة في الدولة رقم 2 على مياه. يلا نشوف رقم 2 وبتعتمد على مياه ايه؟ الدولة رقم 2 دي دولة العراق، فيها نهرين، نهر دجلة والفرات، يبقى تعتمد في الزراعة على مياه ايه؟ الأنهار أو نهري دجلة والفرات. السؤال رقم 3 يشير رقم 3 إلى نهر. يلا نشوف رقم 3 على الخريطة ونشوف عايزين نهر إيه. رقم 3 على الخريطة نهر موجود في مصر، يبقى نهر إيه؟ نهر النيل. السؤال رقم 4 دولة منتجة للقطن والكتان، يعني دولة بتنتج القطن والكتان. يلا نشوف رقم 4. رقم 4 دولة مين؟ دولة السودان اللي تحت مصر على طول أو اللي جنوب مصر. يبقى دولة إيه؟ دولة السودان منتجة للقطن والكتان. نشوف جزئية تانية من الأسئلة. أكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة. السؤال الأول، تقع 1 ليوة في دولة، طبعا عندنا 1 ليوة في دولة الإمارات، 1 سيوة موجودة فين؟ موجودة في مصر. يبقى تقع 1 ليوة في دولة الإمارات. نشوف السؤال رقم 2، تنقسم مقاومات الزراعة إلى مقاومات طبيعية ومقاومات، طبعا مقاومات الزراعة طبيعية وبشرية. طبيعية زي المناخ وموارد المياه والتربة، وبشرية زي رأس المال زي السوق زي الأيدي العاملة. تتعرض الزراعة في الوطن العربي لمشكلة تذبذب كمية، طبعا من مشكلات الزراعة في الوطن العربي 3-4 مشكلات، منهم مشكلة تذبذب كمية ايه؟ تذبذب كمية الأمطار، لأن كمية الأمطار مش ثابتة في الوطن العربي. 4 تقوم الزراعة في الأجزاء الشمالية من الوطن العربي على مياه الأجزاء الشمالية اللي هو شمال الوطن العربي، يبقى بتقوم على مياه ايه؟ مياه الأمطار الشتوية. في الجنوب على الأمطار الصيفية، وفي الشمال على الأمطار الشتوية. نشوف باقي الأسئلة. 5 تنوع مناخ الوطن العربي أدى إلى تنوع نقط. لو قلت لك ما نتائج تنوع مناخ الوطن العربي؟ أدى إلى تنوع المحاصيل الزراعية. بقى عندنا أنواع كثيرة من المحاصيل الزراعية سواء محاصيل صيفية أو شتوية. 6 القمح والأرز من محاصيل، طبعا القمح والأرز الأولى فيهم مصر والذرة كمان، من محاصيل الحبوب الغذائية. حبوب غذائية هي محاصيل بيتغذى عليها الإنسان والحيوان، دي الحبوب الغذائية. تتميز 1 سيوة بزراعة أنواع مميزة من 1 سيوة، والواحات كلها بيبقى فيها أنواع مميزة من إيه؟ من النخيل، يبقى هنكتب النخيل. دي من الأماكن اللي اتخذت من التراث العربي. تقوم الزراعة في الواحات اعتمادا على مياه العيون ومياه إيه؟ ومياه الآبار. يبقى الزراعة في الواحات على مياه العيون ومياه الآبار. السؤال اللي بعد كده، القطن والكتان من محاصيل، طبعا القطن والكتان بيستخدموا في المنسوجات، يبقى من محاصيل الألياف. يبقى محاصيل ايه؟ محاصيل الألياف. يبقى هنكتب الألياف. نشوف السؤال اللي بعده، تتركز زراعة البن في دولة، يبقى زراعة البن في دولة ايه؟ لسه قايلينها دلوقتي على الخريطة، دولة اليمن.
يبقى تركز زراعة البن في دولة اليمن لأنه بيحتاج لأمطار غزيرة، واليمن بتنزل عليها أمطار صيفية غزيرة عشان الرياح الموسمية اللي بتهب عليها. نشوف جزئية تانية من الأسئلة. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. يبقى صح وإيه؟ صح وغلط. السؤال الأولاني: منظمة اليونسكو هي المسؤولة عن إعلام مناطق التراث العالمي للزراعة. طبعا اليونسكو ملهاش دعوة إلا بالآثار والتربية والعلوم والثقافة. أما التراث العالمي للزراعة منظمة الفاو، منظمة الأغذية والزراعة اللي بتسمى الفاو. 2. يمتلك الوطن العربي ثروة من الأيدي العاملة المدربة في الزراعة. عندنا ثروة عاملة مدربة، طبعا إجابة صحيحة، عندنا أيدي عاملة مدربة في الوطن العربي. السؤال اللي بعده: يحصل سكان الواحات في مصر والإمارات على المياه العذبة من الأنهار. طبعا الإجابة غلط، على المياه الجوفية. تعتمد الزراعة في اليمن على الأنهار. طبعا على مياه إيه؟ مياه الأمطار الصيفية. يبقى مياه الأمطار الصيفية في اليمن. يبقى الإجابة إيه؟ الإجابة غلط. نشوف السؤال اللي بعده. توجد التربة الخصبة على جانبي الأنهار. طبعا التربة الطينية الخصبة موجودة على جانبي الأنهار، سواء نهر النيل سواء نهر دجلة والفرات في العراق. يتزايد الطلب على المنتجات الزراعية العربية في الأسواق العالمية والمحلية. طبعا الإجابة صحيحة، المنتجات العربية بتنطلب في الأسواق المحلية والعالمية. السؤال السابع من أسئلة صح وغلط: رأس المال مهم لشراء البذور والأسمدة والآلات. طبعا الإجابة إيه؟ إجابة صحيحة. يبقى هنعمل علامة صح. نشوف السؤال اللي بعده. السؤال الأول: أمامك خريطة صماء للوطن العربي. اكتب مدلول الأرقام التالية. يشير رقم 1 إلى دولة تنتج التمور. يلا نشوف رقم 1 ونشوف أنهي دولة بتنتج التمور. رقم 1 على الخريطة طبعا دي مين؟ طبعا مصر. يبقى مصر الأولى في إنتاج مين؟ في إنتاج التمور. يبقى هنكتب مصر. نشوف السؤال اللي بعده. يشير رقم 2 إلى دولة يزرع بها العنب. نشوف رقم 2 ونشوف دولة إيه. رقم 2 دولة بيزرع بها العنب، طبعا مين؟ العراق. يبقى دولة إيه؟ العراق. يبقى رقم 2 على الخريطة العراق. نشوف السؤال رقم 3. يشير 3 إلى دولة تتركز بها زراعة الكتان. طبعا زراعة الكتان هتبقى فين؟ تبقى في السودان. يبقى رقم 3 دي السودان اللي موجودة في جنوب مصر. نشوف رقم 4. يشير 4 إلى دولة تتركز بها زراعة البن. لسه قايلينها دلوقتي، دولة بتركز بها زراعة البن. دولة مين؟ دولة اليمن، نتيجة غزارة الأمطار الصيفية. يبقى دولة مين؟ دولة اليمن. نشوف السؤال اللي بعده. دلل على صحة العبارة الآتية. يبقى العبارة الجاية دي صحيحة بس عايزين دليل على صحتها. تتنوع موارد المياه العذبة في الوطن العربي. طبعا بتنقسم المياه العذبة إلى 3: مياه الأنهار زي مصر والعراق، والمياه الجوفية الموجودة في الواحات، ومياه الأمطار اللي موجودة في الساحل الشمالي والجنوب. يبقى حيث تنقسم المياه إلى مياه أنهار والأمطار والمياه الجوفية. السؤال اللي بعده: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. أي من المحاصيل الآتية يعد من الحبوب الغذائية؟ المحاصيل اللي جاية دي أنهي من الحبوب؟ طبعا قصب السكر، سكريات، العنب لأ، الموز لأ، طبعا هيبقى مين؟ هيبقى القمح. يبقى من الحبوب الغذائية القمح.
أحد المقومات البشرية اللازمة لإقامة المشروعات الزراعية بيمكننا إن احنا نعمل مشروعات في الصحراء ونشتري الآلات والبذور والأسمدة. طبعا مين؟ رؤوس الأموال، الفلوس أو رؤوس الأموال. نشوف السؤال اللي بعده. تتنوع المحاصيل الزراعية في الوطن العربي. المحاصيل الزراعية في الوطن العربي بتتنوع، لسه السؤال ده مقابلينه دلوقتي. نتيجة تنوع إيه؟ طبعا نتيجة تنوع المناخ. يبقى تتنوع المحاصيل نتيجة تنوع إيه؟ تنوع المناخ. نشوف السؤال اللي بعده. صنف العناصر التي أمامك إلى مقومات طبيعية عند ربنا أو مقومات بشرية الإنسان اللي عاملها. طبعا المقومات الطبيعية هتبقى المناخ وموارد المياه والتربة. يبقى المناخ، موارد المياه، التربة، دي مقومات طبيعية. طب المقومات البشرية الباقي اللي هي الأسواق ورؤوس الأموال ووسائل النقل. يبقى دي المقومات الطبيعية ودي المقومات الايه؟ البشرية. نشوف جزئية تانية من الأسئلة عشان يبقى راجعنا الدرس. شرحنا الدرس المرة اللي عدت أو المرة اللي فاتت وبنحل عليه أسئلة عشان يثبت في دماغنا. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ، يعني صح وغلط. تتنوع مصادر المياه العذبة في الوطن العربي. طبعا الإجابة إيه؟ الإجابة صحيحة. عندنا مياه عذبة أمطار، عندنا مياه جوفية، عندنا أنهار. تقام الزراعة في الأجزاء الجنوبية بالوطن العربي اعتمادا على الأمطار. طبعا في الأطراف الجنوبية من الوطن العربي في أمطار، بس أمطار إيه؟ أمطار صيفية زي اليمن، زي جنوب موريتانيا، وبرضه جنوب السودان في أمطار. الأنهار من مصادر المياه العذبة التي ساعدت على قيام الزراعة. طبعا الأنهار ساعدت على قيام الزراعة. الإجابة صح. يبقى الإجابة إيه؟ الإجابة صحيحة. يبقى هنعمل صح. يتميز الوطن العربي بالطلب المتزايد على المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والأسواق العالمية. طبعا الإجابة لسه قايلينها دلوقتي إجابة صحيحة. في طلب على المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والعالمية. القمح والقطن من المحاصيل السكرية بالوطن العربي. طبعا لا، القمح حبوب والقطن ألياف. يبقى الإجابة إيه؟ إجابة غلط. قصب السكر والبنجر هم المحاصيل الإيه؟ السكرية. السؤال اللي بعده. مصر تحتل المركز الثاني في إنتاج التمور. الإجابة دي صح ولا غلط؟ طبعا مصر الأول في إنتاج مين؟ في إنتاج التمور. قامت مصر باستخدام نظام الري بالرش. طبعا مصر والسعودية استخدموا نظام الري بالرش والتنقيط. الإجابة إيه؟ إجابة صحيحة. مخلفات الأسماك تستخدم كسمات طبيعي لما نعمل زراعة إيه؟ زراعة مائية اللي هي بتقلل من نسبة المية، وبيستخدموا مخلفات الأسماك كسمات طبيعي لو ربوها في قلب إيه؟ في قلب النباتات المائية. يبقى العبارة صحيحة. المنظمة المسؤولة عن الأغذية والزراعة هي اليونسكو. طبعا لا، المسؤولة عن الأغذية والزراعة هي منظمة الفاو. يبقى منظمة إيه؟ الفاو. يبقى الإجابة إيه؟ الإجابة خاطئة. يبقى هنعمل غلط. نشوف السؤال اللي بعده. اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس. واحة مصرية تم تصنيفها كأحد مواقع التراث الزراعي العالمي. هتبقى واحد إيه؟ واحد سيوة في مصر، واحد ليوة في الإمارات. تعتمد الزراعة في الصحاري المصرية أو الصحاري العربية على مياه. طبعا في أي صحراء على المياه الجوفية اللي هي مية إيه؟ اللي هي مية الآبار والعيون. نشوف السؤال اللي بعده. تعتمد الزراعة في الأجزاء الشمالية من الوطن العربي على مياه. في الأجزاء الشمالية على مياه إيه؟ طبعا على مياه الأمطار الشتوية. يبقى هنعلم على إيه؟ على مياه الأمطار. من المقومات الطبيعية التي ساعدت على قيام الزراعة. طبيعية اللي من عند مين؟ اللي من عند ربنا. ساعدت على قيام الزراعة هي إيه؟ طبعا عايدة عاملة بشرية، وسائل نقل بشرية، السوق بشرية. يبقى إيه؟
المناخ. المناخ من عند مين؟ من عند ربنا. يتركز إنتاج الألياف في الوطن العربي في دولة، طبعا إنتاج الألياف لسه قايلين دلوقتي، يتركز دولة إيه؟ في دولة مصر ودولة السودان. يبقى الألياف في مصر وإيه؟ والسودان. يبقى هنعلم على مصر. تحتفل الدول العربية يوم 27 سبتمبر بيوم إيه؟ بيوم الزراعة العربي. اتعملت المنظمة العربية للتنمية الزراعية في يوم 27 سبتمبر. يبقى الزراعة. وبكده يبقى خلصنا مراجعة الدرس الأول، الزراعة في وطننا العربي. شرحنا الدرس في المرة اللي عدت، وعملنا اختبار إلكتروني في وصف الفيديو، وجبنا مراجعة النهاردة. تابعوني في شرح بقية المنهج. مع تحياتي مستر جبر.